على التكاليف. ولذا كان الإسلام قد بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم. نيجي نشوف الأركان دي. الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس. هي أركان الإسلام صحيح، إنما مش أركان المسلم، لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة، والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصلي فيسقط عنه فرض الصوم، لا يصوم فيسقط عنه فرض الصوم، وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحج. إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم، لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة. إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة. ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا، قال لك ومع ذلك كونها لا تنفك عن الإنسان حتى وهو في الحرم وهو مريض لا يستطيع أن يجلس، يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه. إذن فلا عذر لها في السقوط أبدا. أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك، خلاص انتهت. وبعد ذلك قد تكون فقير زي ما قلنا فلا تزكي، مريض وما تصومش، غير مستطيع فلا تحج. فما الذي بقي لك من أركان الإسلام؟ بقي لك الصلاة وهي الركن المكرم. ولذلك ادي معنى الصلاة عماد الدين. وإذا نظرت إليها وجدتها مع كونها التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام، لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فالركن الأول مكرر فيها. وأيضا إيتاء الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة شيء من مالي أخرجه للمحتاج. إذن فأنت تضحي بشيء من مالك. المال في عرف الاقتصاد فرع العمل، المال في الإسلام فرع العمل، والعمل فرع الوقت، لأن ما دام عمل يعوز وقت. فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك. والصلاة مش تأخذ من المال، تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال. فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل، العمل الناتج عن الوقت. الصلاة خدت من الوقت نفسه، من الأساس الأصيل. إذا لما يجي الواحد ياخد من 24 ساعة ساعة للصلاة يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة، كما يقتطع جزء من المال. فإذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل عايز وقت. لا، الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي، يبقى فيها زكاة بأهم من المال. واللي بيمنع الناس عن كثير من الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحه. نقول له كما سمى الله نقصان الزكاة نقصان المال من الزكاة، ما سماهش نقصان، سماها زكاة، سماها نماء. فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك، ده اللي أنت بتقول عليه ضائع، استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك، فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه. فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات، كما أن الزكاة نماء والربا محق. وأيضا ففيها صوم، لأن ما هو الصوم؟ الامساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان. لا، انا في الصلاه امسك عن شهوتي البطن والفرج وعن الحركه وعن الكلام وعن 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 الله. اذا ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع اوسع من متعلقات الايه؟ من متعلقات الصيام. وايضا ففيها حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لانك تستحضر وانت تصلي بيت الله فتتجه اليه وتتحرى اليه. اذا فلانه الركن الوحيد ان جاءت فيه كل الاركان من شهاده ان لا اله الا الله ومن الزكاه بشيء اقيم من المال، بل بالوقت الذي ياتي بالمال. وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان، ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الاوقات، فكانك حججت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقلبك.